بلاش تشتروا المشترك ده تاني نهائي، كان هيعمل حريقة لولا ستر ربنا. الموضوع بدأ ان انا عادي كنت بستخدم الاير فراير بحمص فيها عيش، وعادي كنت بصور عادي جدا ولا في اي حاجة، حاطه المشترك ده في الفيشة بتاعة الاير فراير وبستخدمه بقالي يعني فترة، بقالي اكتر من سنة ومفيش حاجة ومفيش مشكلة عندي. فجأة لقيت المنظر اللي انتوا شايفينه ده، انا الاير فراير وقفت خلاص وخلصت تحميص العيش، بشيل الفيشه بتاعتها لقيت الفيشه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. انا اتلسعت في اللحظه دي زي ما انتوا شايفين كده، المشترك سايح ومخلوع خالص. يعني انا لو كنت سبتها في الفيشه زي ما هي مده اطول كمان كان زمانها عملت حريقه، والحمد لله ان ربنا ستر. لدرجه كمان ان البتاعه اللي في الحيطه اللي بنحط فيها الفيشه دي عايزه اقول لكم سايحه. انتوا متخيلين الوضع كان عامل ازاي؟ انا قاعده اقول الحمد لله ان انا شلت الفيشه، عشان انا ساعات كتير بتخلص وعادي بفضل سايبه الفيشه عادي، مش لازم بشيلها يعني. فسبحان الله والحمد لله ان ربنا سترها علينا. خلي بالكم بلاش تشتروا المشترك ده تاني، ويا ريت اللي عنده حل او تفسير للموضوع ده يقول لي ده بسبب ايه حصل كده، واستخدم مشترك نوعه ايه مع الاير فراير. وقولوا لي انتوا تعرضتوا للموقف ده قبل كده ولا اول مره تشوفوه؟